المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها إحياء ذكرى مجزرة عد أكد في سلعة، تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في إقليم عنسبة، سيمينار حول استخدام المبيدات الحشرية. الصين تحذر الأرجنتين من قطع العلاقات مع دول كبرى. وإيران تكشف عن صاروخ فرط صوتي جديد. ووصول حاملة طائرات أمريكية لقاعدة بحرية بكوريا الجنوبية. أهلا بكم مشاهدينا. تم إحياء ذكرى المجزرة الجماعية التي قام بها نظام هيلة سلاسي الإثيوبي ضد المواطنين العزل في 15 من نوفمبر عام 1967 في قرية عد أكد في مديرية سلعة. حضر مناسبة إحياء الذكرى السادسة والخمسون والتي نظمت في 15 من نوفمبر الجاري حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي، وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السفير محمود علي جبرة، ومسؤولون آخرون وقادة الجيش. وقال مدير مديرية سلعة السيد وئيل محمد علي في الكلمة التي ألقاها في المناسبة أن المجزرة الجماعية التي قام بها المستعمر الإثيوبي في عد أكد هي القليل من الكثير من المجازر البشعة التي ارتكبتها الأنظمة الإثيوبية الاستعمارية المتعاقبة ضد الشعب الإريتري، موضحا بأن المستعمر قتل في ذلك تاريخ 99 من سكان قرية عد أكد الأبرياء. من جانبه أوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد إدريس صالح أن الدراسات التي أجريت حتى الآن أثبتت ارتكاب الأنظمة الإثيوبية الاستعمارية مجازر جماعية في 63 قرية ومدينة في إقليم القاشبركة فقط، وباعتبارها جزء من تاريخ الشعب الإريتري يجب الاهتمام بتوثيقها وإحيائها. وقال السفير محمود علي حروي أن الجرائم المنفذة في عد أكد تعكس سياسة الاستعمار الإثيوبية البربرية القائلة نحتاج لأرض إريتريا وليس شعبها. وأوضح أنه يتوجب إلى جانب إحياء ذكرى الأعمال الإجرامية للمستعمر العمل المضاعف لحماية الاستغلال الذي تحقق بتضحيات جسام والدفع بالتنمية. وحكى الباقون من المجزرة في المناسبة ذكرياتهم عن الجريمة البشعة، وقدمت مناشط فنية تعكس الحدث. أعلن مكتب التعليم في إقليم عنسبة بأن الذين بدأوا التعليم في السن الدراسي المناسب كانوا أكثر نجاحا، كما بلغ معدل نجاح الطلاب الملتحقين لسنتين برياض الأطفال 68.6% في الامتحان الوطني للصف الثامن في العام الدراسي 2022-2023. وأوضح مسؤول وحدة امتحانات الصف الثامن بوزارة التعليم الأستاذ هبتي أسفاه في الاجتماع الذي عقد في كرن يوم 18 من نوفمبر الجاري لتقييم نتائج الامتحانات، أوضح أن نسبة النجاح على المستوى الوطني في العام الدراسي 2022-2023 ارتفعت بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق، وقال أن الوصول إلى المستوى المنشود يتطلب جهدا كبيرا. وذكر مسؤول وحدة الامتحانات الوطنية للمرحلة المتوسطة في مكتب التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ حمد سعد الدين أن نسبة النجاح على مستوى الإقليم ارتفعت بنسبة 1.8% مقارنة بعام 2022-2021. ورغم ذلك فإن نتائج نجاح الكثير من الطلاب كانت متدنية ويجب العمل لتحسين النتائج. وقال مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عبد المكيل أن الحكومة تعمل بجدية لتحسين جودة وكفاءة التعليم. واقترح المشاركون في السمينار ضرورة القيام بالمزيد من العمل في المدارس الابتدائية لخفض معدل الرسوب في الصف الثامن، وأن تكون أساليب التقييم متشابهة في الفصول الدراسية والامتحانات الوطنية. في الختام حث المدير العام للإدارة والمالية بإدارة إقليم عنسبة العقيد كبروم نرأيه حث على تقديم أو تعزيز العمل المنسق للتعرف على المصاعب الموجودة وإيجاد الحلول لها، والدفع بالندوات التعليمية التي بدأت في بعض المديريات.
كرم مكتب التعليم في مديرية مصوع يوم 19 من نوفمبر الجاري 126 طالبا وطالبة من الحاصلين على علامات جيدة في امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 2022-2023. وأوضح مسؤول مدارس المديرية الأستاذ إسماعيل صالح في حفل التكريم الذي يقيم باستاد مصوع أن الفائزين بالجائزة هم 102 طالبا حصلوا على أكثر من 75 درجة في الصف الثامن، و24 طالبا حققوا نتائج من 3 إلى 4 نقاط في امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية. وقال أن برنامج التكريم التحفيزي بدأ خلال العامين الماضيين، وأن عدد الطلاب الحاصلين على علامات ممتازة بشكل عام والطالبات بشكل خاص آخذ في الازدياد نتيجة أنشطة التشجيع هذه. في غضون ذلك تم توزيع الشهادات التقديرية والجوائز على 6 مدارس متوسطة وثانوية حصل طلابها على درجات جيدة، وكذلك على أولياء أمور الطلاب. دعا قسم خدمات الرقابة في الإقليم الجنوبي في سمينار نظمه من 13 وحتى 16 من نوفمبر الجاري في مدينة مندفرة إلى أن يكون استخدام المبيدات الخيار الأخير. وركزت المحاضرة التي حضرها خبراء زراعيون ومزارعون مثاليون وأصحاب متاجر الأدوية البيطرية ومسؤولو النظام والقانون وموظفو جمارك مديريات إمنا حيلي وعد وخالة ومندفرة ودباروة على الخصائص والمحتويات وفوائد المبيدات الحشرية والأدوية البيطرية. وأوضح مسؤول مراقبة الثروة الحيوانية في مكتب الزراعة السيد مكنن كفلي أن استخدام المبيدات الحشرية التي يشتريها المزارعون دون فحصها من قبل جهات مختصة تتسبب في أضرار صحية كبيرة. وذكر مسؤول خدمات الرقابة الإقليمية السيد تسفى سلاسة تسفى مكيل أن المزارعين يستخدمون المبيدات الحشرية كخيار أول، الأمر الذي أصبح مقلقا وعليهم إدراك المخاطر واستبدالها بالوسائل الطبيعية. واقترح المشاركون تعزيز حملات توعية المزارعين وتوفير وزارة الزراعة الأدوية النوعية ومكافحة المبيدات المستوردة بشكل غير قانوني وتحمل المزارعين المسؤولية في استخدام المبيدات. عقد مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية أغردات اجتماع يومي 17 و18 من نوفمبر الجاري لطالبات المدارس المتوسطة والثانوية حول موضوع المرأة والفرص التعليمية. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة عافية أن المشاركة في التعليم ليست بالمستوى المأمول رغم نشر المدارس حتى المناطق النائية، ويجب منح الاهتمام لتدني مشاركة المرأة في التعليم وخاصة في المرحلة الثانوية. من جانبهما ذكرت سكرتيرة الاتحاد السيدة حسين عمر وعضوة المجلس السيدة عائشة إدريس شكر المرأة بضرورة الاستفادة من الفرص التعليمية في مناطقهن والقيام بدور طليعي لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تمنعهن من التعليم. تلقى 46 شابا من مديرية سلعة في إقليم القاشبركة دورة تدريبية في الإسعافات الأولية. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد همد محمد علي في مناسبة التخريج في 11 من نوفمبر الجاري، أوضح أن التدريب المهني المقدم للشباب الذين يعيشون في المناطق النائية مثل سلعة له أهمية وتأثير كبير. ودعا مدير مديرية سلعة السيد وئيل محمد علي المتدربين إلى العمل الجاد لترجمة القدرات المكتسبة في العمل التطبيقي، وحث على تنظيم دورات تدريبية مماثلة بانتظام. من جهة أخرى تم تقديم المساعدة المالية للأسر الفقيرة في مديرية سلعة. وأوضح ممثل مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية سيد جمع آدم توزيع مبلغ 55,900 نافة تبرع بها عمال المؤسسات الحكومية وإدارات الضواحي وأعضاء الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. حذرت وزارة الخارجية الصينية نظيرتها الأرجنتينية من أنها سترتكب خطأ فادحا إذا قطعت بيونس إيرس علاقاتها مع دول كبرى مثل الصين والبرازيل. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي بأن بكين هي شريك تجاري هام لهذا البلد الذي انتخب خافير ميلي رئيسا جديدا. وكانت ديانا موندينو المرشحة لنيل حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة الأرجنتينية الجديدة قالت أن بلادها لن تنضم إلى مجموعة بريكس. ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن ديانا موندينو
الخبيرة الاقتصادية المرشحة لأن تصبح وزيرة الخارجية في إدارة ميلي قولها أن بلادها لن تنضم إلى مجموعة بريكس. وكانت الأرجنتين من بين 6 دول تمت دعوتها للحصول على عضوية مجموعة بريكس، وهي تكتل يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. أزاح الحرس الثوري الإيراني ستار عن صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي خلال زيارة تفقدية المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى معرض منجزات القوى الجوفضائية للحرس الثوري. ووصف خامنئي الصاروخ بأنه إنجاز علمي مهم يعتمد على العزم والإيمان. ويبلغ مدى صاروخ فتاح 2 فرط الصوتي 1400 كيلومتر، وهو قادر على حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية، كما أنه قادر على التقلب على كافة الأنظمة الدفاعية الجوية التابعة للأعداء. وجاء الكشف عن الصاروخ الجديد في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وتعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل أن تطوير إيران لأسلحة فرط صوتية يشكل تهديدا خطيرا لهما. أعلنت البحرية الكورية الجنوبية وصول حاملة الطائرات USS كارل فينسون الأمريكية إلى قاعدة بحرية في مدينة بوسان بجنوب شرق البلاد، وذلك بعد ساعات من إخطار بيونغ يانغ اليابان بخطة لإطلاق صاروخ فضائي في الأيام القادمة. وأوضحت البحرية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن السفينة التي تعمل بالطاقة النووية من مجموعة القوى الضاربة دخلت القاعدة البحرية في بوسان في استعراض للقوى العسكرية الأمريكية وسط تصاعد التوترات بشأن خطط كوريا الشمالية لإطلاق الصاروخ. وستكون هذه هي المحاولة الثالثة لبيونغ يانغ هذا العام بعد عمليتي إطلاق فاشلتين لوضع قمر صناعي للتجسس العسكري في المدار. وستأتي المحاولة على الرغم من تحذير كوريا الجنوبية الداعي إلى وقف الاستعدادات للإطلاق. قال أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي خلال لقائه ديانغ شيوشيانغ نائب رئيس الوزراء الصيني أن حجم التبادل التجاري السنوي بين بلاده والصين سيتجاوز 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، وقد يبلغ 300 مليار دولار بحلول عام 2030. جاء هذا التصريح خلال اجتماع اللجنة الحكومية الصينية الروسية للتعاون الاستثماري المنعقد في بكين. وأشار بيلوسوف إلى أن الجانبين كانا قد خططا سابقا للوصول إلى مستوى تبادل 200 مليار دولار في عام 2024، معتبرا أن ذلك يدلل على إحراز تقدم ملحوظ في تجارة المعادن والكيميائيات والأغذية والمعدات والسيارات بين البلدين. وكان الرئيسان الروسي والصيني قد حددا في وقت سابق مضاعفة حجم التجارة بين البلدين لتصعد من 100 مليار دولار سنويا تم تسجيلها في 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إحياء ذكرى مجزرة عد أكد في سلعة. تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في سمينار حول استخدام المبيدات الحشرية. الصين تحذر الأرجنتين من قطع العلاقات مع دول كبرى. إيران تكشف عن صاروخ فرط صوتي جديد. ووصول حاملة طائرات أمريكية لقاعدة بحرية في كوريا الجنوبية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.